انا تواصلت مع البنت قلت لها هلا، وطلعت من الانستغرام قلت اكيد ما حترد الحين، واحده عندها نص مليون ممكن حتى ما حتشوف رسالتي، ممكن ضافتني بالغلط. يا اخوان ما عدى دقيقه واحده الا والبنت ردت علي. لا دقيقه والله في غلط، في غلط. كيف ردت علي دقيقه واحده عندها مليون نص مليون؟ كيف؟ انا استغربت بس قلت يا اخي ممكن ردت بالغلط، ممكن يا عمي. انت اهم شيء حط في بالك سوء الظن، لا تحسن الظن نهائيا. ما في احسان الظن في الموضوع. طبعا انا كان عندي مصلحه واحده، والمصلحه واضحه اللي هو النشر. كنت ابغاها تنشر لي وخلاص توكلنا على الله بس خلاص كذا. قلت لها تبادل نشر، عندي 25,000 مشاهده في الستوري. انا قلت غالبا الموضوع حيكون صعب لانه عندها نص مليون، اكيد كم حيتفرج عليها يعني في الستوري؟ 200,000 300,000. بس الصدمه قالت لي تم. كيف تم؟ رسلت لها المقطع وانا مصدوم، قلت لها هاتي مقطعك انت كمان انشر لك. قالت لي لا ما يحتاج. ما يا عمي مروان كان يلاحلني يقول لي لا تحذف المقطع ورب الكعبه، كان يقول لي كده. اخوان بعد ما نشرت لي بدقيقه واحده جوني 1000 متابع. كيف كذا؟ والله كيف كذا؟ هذه يا عم ابو فله فرع البنات انت ولا؟ الصدمه يا اخوان انه البنت يعني فتحت لي مساحه انه انا اعطي واخذ وكذا، فاهمين كيف؟ يعني تبغاني اتكلم معاه ترد اللهم ان كان سحرا فابطله. يا اخي انا والله المشكله والله ما كنت ساحر، انا كنت هكر بس ما كنت ساحر، فاهمين كيف؟ قعدنا ناخذ ونعطي مع بعض، تعرفنا. طبعا انا نيتي واضحه، ابغاها تنشر. عدى يوم متابعيني كانوا 40,000، فجاه صاروا 70,000. من عندها بس انا جوني ممكن 30,000 متابع. الزبده قعدنا نتكلم والبنت كل فتره تنشر لي. تعرفوا المشكله وين؟ وهذه المشكله كثير من الناس يطيحوا فيها. افهموا انه الشهره قبول من الناس، قبول من الطرف الاخر. حب الناس ما تقدر تجيبه بالفلوس، ما تقدر تجيبه يا عمي لو انك تطلع مع كريستيانو دائما ما حتنشهر اذا الناس ما تقبلتك. افهم والله هذا الشيء لازم تفهموه، والحين في القصه هذه حتتاكدوا من ذا الشيء. عموما يا اخوان البنت دعمتني بكل ما اوتيت من قوه، لدرجه انه نزلت معايا مقطع في حسابها. يعني انا وهي سوينا الدويت، تتذكروا الدويت؟ بنت تكون هنا والثاني يكون هنا ويقعدوا يتكلموا. تعرفوا ايش الرجال؟ انه كانوا في مشاهير كبار في الساحه وقتها، كانوا اقوياء انا كنت اتابعهم، اتواصلوا معي قالوا لي كيف هذه، كيف هي، ايش بالضبط، ايش تقرب لك، ليش قاعده تدعمك؟ البنت لذي الدرجه كانت قويه. عموما يا اخوان وصلنا لمرحله، وانا الصراحه في دي النقطه انا كنت سيء فيها، بس يا اخي ما تلوموني، كان عمري 16 ومصلحتي واحده، ابغى انشهر، انتهى. البنت اعترفت لي، قالت لي انا من اول ما شفت وجهك وفي قبول كذا انا حبيتك. قالت لي بحبك ما ادري مين وهذا. انا ايش عرف اهلي في الاشياء هذه؟ وخاصه انه البنت كانت اكبر مني، ترى كانت اكبر، عمرها ممكن كان 21 شيء زي كذا، وانا كذبت عليها قلت لها عمري 22. وقتها في ايامها يا اخوان كان عندنا شيء اسمه عمرك هو على حسب عمر البنت. البنت لما يكون عمرها 50 انت لازم يكون عمرك